كمال الحيدري البلونة الأهبل يقول إيه عن زيارة الأربعين؟ لابد في الأربعين طرحت أن السيد الحيدري يقبل الأربعين لو ما يقبل الأربعين. إذا تسألني عن الأدلة العامة هو موجود، أما أنا دا أتكلم عن الدليل الخاص عن هذه الواقعة اللي أنتم تنسبوها إلى الدين. قولوا بأنه هذا اجتماع لتعظيم الحسين لا مانع، ولكن لا تقولون هذا جزء من الدين. الله، أما الجزء من إيه يا بلونة؟ مش في روايات خاصة باستحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ هي جزء من الدين ولا إيه يا بلونة الهاب؟ المشكلة اللي الآن موجودة أنه إحنا باسم الشعائر مباشرة نخرج له رواية من الإمام الصادق، يعني ننسبه إلى الدين. أنا إشكالي أنه أنت مو من حقك أي شعيرة وإن كانت صحيحة، ولكن مو من حقك أن تقول هذه جزء من الدين، هذه بدعة. ود مايص ويحب يهيص. الإمام العسكري عليه السلام قال إنه من علامات المؤمن زيارة الأربعين. كمان في نصوص أدعية خاصة عن الأئمة في زيارة الأربعين. أنت تعرفها ما تعرفهاش، مش شغلتي. نعمل إيه في النصوص دي كلها يا بلونة التخريف؟ وقد غدا تتبدل هذه الطريقة إلى طريقة أخرى لإحياء القضية الحسينية. أيوة، ممكن نبدل زيارة الأربعين نعملها دقيقة صمت، أو نخلي الناس تروح لبيتك بس ما تفرحش أوي عشان كل واحد يفضل يضربك بالجزم على راسك لحد ما يبان لك صاحب. قلت الكلام ده عشان احذر الناس من منحرفي الشيعة زي البلون الفاسد ده، وانصحهم باخذ الدين الصحيح من منبعه الصحيح. هو ده سليل آل البيت محيي الشعائر، سيد المرجع الصادق الحسيني الشيرازي، ربنا يخليه ويطول في عمره.